السلام عليكم. هذا اليوم فلتر جديد عندنا، هو راح يتوقع بطل الدوري. هذا الفلتر عن طريق الذكاء الاصطناعي راح يتوقع ابطال هاي الدوريات. احنا اليوم راح نبلش بالاسباني، وان شاء الله نجرب كل الدوريات ونشوف. بعد مرور 3 جولات انتم توقعاتكم من راح يكون بطل الدوري الاسباني؟ اكتبوا لنا التوقع، البطل، وصيف، ومركز الثالث. بالكومنت اكتبوا لنا، ولا تنسوا طبعا تخلون لايك واشتراك واعجاب بالقناة ومتابعة حساب التيك توك. راح نبلش ونشوف ترتيب هاي الدوريات، ونشوف منو راح يكون بطل الدوريات هاي الموجودة أمامنا. أوف، أتلتيكو 102، برشلونة 89. هاي النقاط البوينت. هنا عندك هو يقول يعني أتلتيكو ياخذ الدوري 102، يعني شنو من يجيب بعد أكثر؟ عندك الريال هنا، نشوف ايش قدر راح يجيب الريال. طبعا هو هذا 86 ذكاء اصطناعي اللي هو يتوقع الدوريات، يعني مو بتحكم من يمنه، هو راح يطلع لنا. خلينا نشوف منو. اتلتيكو مدريد بطل الدوري، وصيف برشلونة، مركز الثالث ريال مدريد، وراه اتلتيكو بالباو. وهذا الترتيب قدامكم. ممكن اتلتيكو ياخذ الدوري، بس استبعد شوية. صح بداية ريال مدريد متعثرة، لكن يعني يبقى هو ريال مدريد، يبقى ريال مدريد. فما اتوقع يخسر الدوري بسهولة هيك. مركز ثالث بطل الدوري وبطل دوري ابطال الموسم السابق، يخسر الدوري ما اعرف، يجوز، كل شيء وارد، كرة القدم كل شيء يصير. لكن على الاغلب اتوقع هاي التخمينات ما راح تكون صحيحة. نرجع بنهاية الموسم اكيد ونشوف هل كان توقع الذكاء الاصطناعي صحيح بطال الدوريات. مثل ما تشوفون هاي الابطال اللي ينطيهم الذكاء الاصطناعي. لا تنسون تكتبوا توقعاتكم لابطال الدوريات حسب وجهة نظركم بالتعليق، وتخلون لايك ومتابعة حساب تيك توك واشتراك في قناة اليوتيوب. شكرا لكم.